السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أسماء. كنتمنىكم تكونوا في أحسن الأحوال وبدون فرن. حضري هاد المملحات أو الفطائر اللي كيجيو رائعين شكلا ومذاقا، إن شاء الله ينالوا الإعجاب ديالكم، خصوصا في الطبيلة ديال رمضان. سجلي هاد الوصفة، أكيد غادي تحتاجيها. غندوز معك مباشرة المقادير وطريقة التحضير. ما تبخليش عليا بلايك الفيديو فضلا وليس أمرا، وندوز معك الوصفة. غادي نحتاج كأس ديال الفينو، ماشي السميده، الفينو اللي كيكون رقيق بزاف. غادي نحتاج كذلك 3 كؤوس ديال الدقيق الابيض ويكون نوعيه جيده. كذلك غادي نحتاج خميره ديال الخبز، الملح، ملعقه ديال سكر سنيده، حليب بودره ملعقه كبيره، وكذلك غادي نحتاج ملعقتين كبيرتين ديال الزيت، سواء زيت المائده اولا زيت الزيتون، بحال بحال. غنخلط هاد المكونات وغادي نبدا كنضيف الماء تدريجيا يكون دافي. بالنسبه للماء حطيت انا 2 كؤوس باش نضبط معكم يعني الكميه ديال الماء اللي استعملتها في هاد الوصفه. في الاول درت كاس وبديت كنجمع العجين، من بعد ما كفانيش هذاك الكاس وبديت كنضيف من الكاس الثاني. يعني هنا من الكاس الثاني بديت كنضيف، ضفت نص كاس. يعني المجموع ديال الماء اللي ضفت انا هي كاس ونصف ديال الماء، وممكن تحتاجوا اكثر او لا اقل على حسب النوعيه ديال الدقيق الابيض واش كيتشرب السوائل ولا لا. هنا كيف ما قلت لكم احتاجيت كاس ونص ديال الماء. غادي نخلي العجين يختمر ويتضاعف الحجم ديالو وغادي ندوز الحشوه. في اول غادي نقلي البطاطا فريت باش نخليها تبرد، غادي نحطها جانبا حدايا كتقلى، وفي نفس الوقت غادي نوجد الحشوه. غادي ندير هنا مقله اللي وضعت فيها الزيت والبصله. غادي ندير واحد الفص ديال الثوم او بودره الثوم الا متوفره ليكم. صافي، من بعد ما تقلات البصله غادي نضيف ليها خيز محكوك. درت هنا واحد الخيزوه كبيره اولا ديروا 2. وغادي ندير شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكينجبير، وكذلك القزبر والمعدنوس والتحميره. نشحر هاد المكونات وغادي نضيف قطع ديال الديك رومي رقاقين، يعني قطعوهم رقاقين باش يجيوكم مقادين في الحشوه. واخا مثلا تشريوهم كبار قطعوهم رقاق. صافي، هنا هاد الحشوه غادي نخليها كتعلك وكطيب، وغادي نضيف ليها 2 قطع ديال الفرomاج ديال الساندويتش اولا الفرomاج المحكوك. كيبقى لكم الاختيار على حساب اللي موجود ومتوفر عندكم. الا ما متوفرينش ليكم ممكن ديروا الفرomاج مثلث. وهنا من بعد ما خليت الحشوه طابت ونخليها حتى كتبرد، غادي ناخذ هنا العجين وغادي نبدا كنشكلو قطع كيف ما كتشوفوا. ممكن ديروا مثلا الا بغيتوا الخبز كبير او صغير، كيبقى لكم هنا الاختيار على حسب الرغبه ديالكم. بديت كنشكل هنا الكويرات بشكل طولي ماشي بالشكل دائري، وهنا بالحشوه طابت. كذلك عندي البطاطا قليتها حتى هي. صافي، كلشي دابا واجد باش نبدا كنعمر هاد الفطائر. هنا بديت كناخذ شويه ديال الزيت وكنطلق هاد الفطائر فوق سطح ديال العمل. ما ديروش الدقيق، ديروا الزيت. صافي، وغادي نبدا كنسرحهم بشكل طولي، وكيف ما قلت لكم على قد الكره اللي درتو. ممكن ديروا الفطائر يكونوا كبار او صغار، راه كيبقى لكم نتوما الاختيار. الا بغيتوا ديروهم بشكل دائري ماشي بشكل طولي راه ممكن ديروهم على شكل بطيبيطات. هنا كنسرحهم كاملين وكنبدا كنقسم هذوك الحشوه عليهم كاملين باش ما كنضبط هكا الحشوه مع العدد ديال الخبز. كندير هنا شويه ديال الفريت من فوق الحشوه. صافي، وكنسد. بالنسبه للفرomاج من الاحسن انا كيبان ليا يدار في الحشوه احسن، كتطلع حتى اقتصاديه. يعني كديري واحد الكميه وكيجي الحشوه معلكه. يعني وإلا بغيتي مثلا ما ديريش في الحشوه وتحطيه هكا من فوق الفريت راه ممكن ديروها. صافي، كنبدا كنسدهم مزيان مزيان من الجوانب ومن الوسط كيف ما كتشوفوا. يعني حاولوا انكم تسدوهم مزيان باش ما كيتحلوش ليكم وباش ما كتخرجش لكم الحشوه ملي تبغيو تضغطوا عليهم في الاله ديال البانيني. هنا ضروري ما دهنوا الاله بالزيت وتخلوها تسخن حتى كتوصل لواحد الدرجه عاليه ديال الحراره. راه الا كانت البريصه يعني بارده ما غاديش تشكلوا لكم هذوك الخطوط، والا كانوا كذلك ما مدهونينش غيجيو بحال ناشفين. من الاحسن دهنوا هذوك الخطوط بالزيت
مزيان من الفوق ومن التحت باش كيعطيوكم هذوك الخطوط باينين. واللي ما عندهاش الآلة ديال البانيني ممكن طيبهم في المقله، حتى في المقله راه كيجيو زوينين. الشرط الوحيد انكم ما تغلظوش العجينه باش ما يجيوكمش غلاضين. يعني اللي ما توفرش لها الآلة ديال البانيني تقدر ديرهم في المقله، راه بطريقه مجربه مجرباها شحال من مره. وهذا هو الشكل ديالهم، كيجيو غزالين واكيد غادي يعجبوا الوليدات ديالكم. وبالنسبه للحشوه ممكن ديروا اي حشوه كتفضلوها، الكفته او الطون او لا كما درت انا صدر الدجاج او ديك رومي. وهذا هو الاقتراح ديال اليوم، كنتمنى هنا الاعجاب ديالكم. تجربوه باذن الله، بارطاجيو الوصفه مع الاحباب والاصدقاء، ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق، واخا غير ايموجي، كنعرف ان الوصفه عجباتكم. ومن هنا كنقول لكم دائما مع الوصفات السهله والمبسطه والسريعه. الى فيديو قادم والى وصفه قادمه باذن الله.